هذه الفرصة أنه حيي الشباب على هذا النشاط اللي عم بيقوموا فيه من أجل تحقيق العدل في مجدل شمس بالتحديد، باعتبارها هي مشكلة متركزة في مجدل شمس بشأن موضوع توزيع الأراضي اللي بالحقيقة طال الغالبية العظمى من أهل مجدل شمس وشبابهم بالتحديد الغبن والظلم في أنه مجموعة صغيرة من الناس كسرت هذه الأراضي واستحوذتها واستملكتها واستخدمتها إما في البناء أو الأغراض الزراعية أو حتى في البيع والشراء. والعديد من الشباب غير قادرين على أنهم يقوموا بإنشاء بيت خاص فيهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية اللي بيعيشوها، مع التأكيد على أنه يعملوا أعمال شاقة لسنوات طويلة جدا من أجل أنهم يشتروا شفعة الأرض ومن أجل أنه يعمروا عليها ومن أجل أنه يتزوجوا. فإذا بيفنى عمره الإنسان وزي ما بنقولها بالعامية ببق الدم من أجل أنه يسكن في بيت متواضع مع زوجته مع أسرته، بالوقت اللي كسروا الأرض بسهولة جدا بيقدروا يقوموا بالمشاريع الكبيرة بدون ما يبذلوا أي مجهود. أنا هون بوجه كلامي مرة ثانية للأشخاص اللي كسروا هذه الأراضي أنه ينظروا بطريقة إنسانية، بطريقة حضارية، بطريقة قائمة على مبدأ الدين التوحيد اللي نحن بنؤمن فيه، اللي هو حفظ الإخوان، من أجل توزيع هذه الأراضي على هذول الشباب. مش شطارة ومش وطنية إنهم ينكسروا. الأشخاص اللي كسروا هذه الأراضي إنه ينظروا بنظرة حضارية، نظرة إنسانية على مبدأ دين التوحيد حفظ الإخوان من أجل إحقاق الحق ما بين أفراد مجدل شمس، شباب كانوا أو شابات. احنا هدفنا من هذا النشاط الجماهيري الشعبي العام الشبابي بإدارة لجنة الوقف بإدارة وإشراف مشايخنا الأفاضل هو تحقيق العدل ما بين أبناء مجدل شمس، وليس وضع هذول الأشخاص في خانات احنا ما بنتمناها لهم. فهن ينظروا أيضا لهذا الأمر انه ما يوضعوا حالهم في موقع يجبرنا او يجبر اهالي مجدل شمس بالعموم الغالبيه الساحقه من مجدل شمس انه يضعوهم في موقع نحن ما بنحبذه لهم. مره ثانيه اجلسوا مع لجنه الوقف، اجلسوا مع لجنه توزيع الاراضي من اجل الاتفاق على إعادة ونقل ملكية هذه الأراضي للجنة الوقف من أجل توزعها على الشباب. اللي ما كسرش أرض ما كانش نايم، اللي ما كسرش أرض ما كانش خامل، كان عم يناضل بطريقة ثانية إذا بدنا نحسبها وطنيا، أو كان عم يبذل جهد اجتماعي وعملي من أجل قوت أولاده من أجل قوت عائلته. ما كانش نايم، كانت بالإمكان إنه كل إنسان يروح يحمل علبة دهان وأربع شلوفة ويروح يكسر أرض، ولكن هو ما أخذش على نفسه إنه يكسر أرض مش إله. إذا هي مسألة مبدئية فيها، مش لأنه كان نايم ولا لأنه كان خامل في المجتمع، هو كان عم يساهم في عملية بناء المجتمع هذه بطريقة ثانية. هي مسألة مبدئية أيضا عند الكثيرين اللي ما كسروش هذه الأراضي لأنه معتبروها مش حق لهم. وأيضا يعني إحنا حتى كشباب كنا نحلم يوم من الأيام إنه نحصل على قطعة أرض من هذه الأراضي، كليتها كسرت واحتكرها مجموعة من الأشخاص. إذا بالنهاية وبالختام بأكد على ضرورة توحيد الموقف، توحيد الجهد، ممكن نحصل خلافاتنا فيها الفرص نجاح هذا المشروع. لجنة المتابعة أراضي الوقف ومن لجنة الوقف أيضا من المشايخ أنه يتخذوا إجراءات حازمة ضد هذول الأشخاص. النقطة الثانية بما يتعلق في الأراضي اللي ادعى بعض مالكيها أنه انحموها من دائرة مملكة إسرائيل أو أراضي المهجورة. نعم، بيدعوا أنه نحن حمانيها من أنه إسرائيل تستملك هذه الأرض. إذا كان هذا الادعاء صحيح من عندهم إذا عليهم أن يسلموا هذه الأرض لنجد